أن كل من يتعدى على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر أن الله هو خصمه وليس الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. والله يحفظكم. بارك الله فيك يا شيخ محمود. الله آخر المسوي. أحسنت يا شيخ محمود. والآن البخاري يقول نساء النبي يكلم. شوف أحمق نفس الشيء. خلينا نعرض مطاعن البخاري أمام الناس. يلا حوار بأدب. يلا تفضل. الآن الرواية عندك تقول أن فاطمة رضي الله عنها كان لها ثديين كبيرين تلقيهما خلف ظهرها فترضع الحسن والحسين من عند مقعدتها. ممكن بالله ترد لي على هذه الروايات؟ الجواب هو كالتالي: كل هذه الروايات الطاعن بفاطمة عليها السلام لا نعترف بها، لأنه عندنا قاعدة العرض على القرآن الكريم. الآن اضرب لي روايات البخاري. كذاب يا كذاب يا كذاب. ماذا رفضتم عرض روايات البخاري على القرآن؟ وهذا البخاري قاعد احنا ما رفضناش عرض، لان انت قاعد يطعن بشرف النبي. ليش ترفضون وتنزلون؟ لا انت رفضت تعرض، انت رفضت تعرض روايات البخاري على القرآن. الاخ ابو موسى قال وفاطمه الزهراء كان لها ثديين. ليش هذا الهروب من روايات فاطمه